عمرك حسيت إنك بتضيع وقتك في حاجات صغيرة وتسيب المهم يتراكم؟ النجاح مش بيجي بالحظ، النجاح إنك تختار الصح وتبدأ بالأهم. ومن خلال كتاب أبدأ بالأهم ولو كان صعباً، هنمشي مع بعض خطوة بخطوة لغاية ما نتعلم إزاي ننظم وقتنا وننجز يومنا بأبسط الطرق. قبل ما نبدأ، لو بتحب تلخيصات الكتب وتستفيد من أفكارها الذهبية، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. جاهزين؟ يلا نبدأ الرحلة؟ الطريقة 1: كل ضفدع. تخيل كده لو صحيت من النوم ولازم تاكل ضفدع. غريبة صح؟ لا، دي فكرة براين تريسي في كتابه ابدأ بالأهم ولو كان صعباً. الضفدع هنا هو أصعب وأهم مهمة في يومك. ابدأ بيها الأول عشان أي حاجة بعدها هتحس إنها أسهل.